دي العربيات الكهرباء. دلوقتي انا فرجتكم على النظرة السريعة كده على العربيات من بره. عربيات تسلا بجميع انواع العربيات الكهرباء موجودة هنا في الايفنت النهاردة. صباح الخير عليكم. ازيكم؟ نورتوا قناة ماما حركات. انا حركات، سلم عليكم. صباح الخير عليكم. النهارده فلوج جميل جدا. انا خدتكم معايا في فلوج النهارده، خدتكم في جولة بسيطة وحدث كده ايفنت انا رايحه. ماما هتجيلنا كمان شوية. شاركتكم معايا اليوم طبعا حبايب ماما حركات، وتابعوا معايا اليوم. انا دلوقتي داخل للايفنت، للارض المعرض. هو مؤتمر وايفنت في نفس الوقت، في احداث كتير، هيكون جميل. هقول لكم تفاصيله كمان شويه وانتظروني. رجعت لكم تاني. انا دخلت دلوقتي يمة القاعات والاماكن اللي فيها المؤتمرات. النهارده انا جاي لكم رايح ايفنت مصر للتنمية السيارات الكهربائية. ده اكبر مؤتمر موجود في مصر للسيارات الكهربائية، بيقام النهارده وانا معايا الدعوة، وان شاء الله هيكون يوم جميل ومميز جدا، فانتظروني. وهقول لكم دلوقتي عن تفاصيله، لكن بس هعدي من البوابات الانفيتيشن والاي دي، وبعد كده افهمكم الدنيا ايه او هو بيتكلم عن ايه. في ناس كتير هتشارك فيه النهارده، في ناس كتير هتشارك، وهيكون في احداث كتير، وفي عربيات كهرباء كل الانواع وكل الشركات كل حاجه، وان شاء الله خير. يا صباح الفل. انا ظبطت الاوراق والحاجات الدنيا. انا دلوقتي هعرفكم احنا فين. احنا في مهرجان
احنا دلوقتي في مؤتمر قمة مصر الدولية لوسائل النقل الكهربي الحديث. بيبقى فيه شوية تطورات كتير. انا دلوقتي متجه للقاعة ده. النهاردة في حدث هيكون جميل جدا ان شاء الله. دلوقتي متجه للقاعة بتاعة المؤتمر، في كذا قاعات وفي كذا مؤتمرات، فاستعدوا النهاردة لتغطية اكتشفوا معايا كل ما هو جديد في السيارات الكهربائية ومختلفة وسائل النقل الكهربي. ده هيكون في ناس كتير متحدثين من أكبر المتحدثين في الصناعة والتكنولوجيا والحاجات الحديثة المتطورة. هيكون النهاردة في ناس وأشخاص. بصوا، ممكن أقعد معاكم شوية هنا نقول الوضع. فالنهاردة احنا بنتكلم، هيكون الايفنت قوي النهاردة، في أحداث كتير، في عربيات كهرباء حديثة، في تكنولوجيا كتير، وهيكون الدنيا حلوة. دي القعدات اللي هنا اللي في الأرض هنا. بصوا فيو جميل جدا ما شاء الله. هنا العربيات الجولف اللي بتوصل الناس لجوه. هقول لكم، هشرح لكم تفاصيل أكتر عن الإيفنت. قمة مصر الدولية لوسائل التنقل الكهربي ده حدث كبير جدا، هيكون الأول في نوعه في الشرق الأوسط. معروف إن هو هيكون متخصص للسيارات الكهربائية، وتستهدف القمة هي عن الطاقة النظيفة، إن احنا نغير عربيات البنزين إلى طاقة نظيفة، إلى عربيات كهرباء تحافظ على البيئة، ما تستهلكش الطاقة والتلوثات والحاجات اللي انتم فاهمينها، عشان مش هتخش معاكم في الأحداث اللي هي الطويلة بتاعت الطاقة والحاجات ديت. وفي الحدث ده النهاردة هيكون برعاية أكتر من 12 وزارة وهيئات حكومية، وفي أيضا أكتر من 90 متحدث، في ناس كتير متطورة جدا. فإن شاء الله هيكون الدنيا كويسة. شوفوا الأجواء. أنا قاعد لوحدي لسه. احنا دلوقتي الصبح بدري خالص، الساعة دلوقتي 9 أو 10، عشان هو بيبدأ الإيفنت الساعة 10 بالظبط. أنا دلوقتي داخل الشباب ودلوقتي أنا داخل دلوقتي الإيفنت دوت إيفنت قوي جدا. ممكن أشرح لكم عليه بالتفاصيل بسرعة. ده إيفنت قمة مصر الدولية للعربيات الكهرباء. ده هيكون الحدث الأكبر في الأول منه في الشرق الأوسط. دي العربيات الكهرباء. لا خلاص احنا كده، ده احنا ركننا تحت ام سي. رجعنا خدنا طلعنا بوز بره عشان واقفين حوالين نفس الصاله. جامد قوي دي دخل. في عربيات كتير هنا. عربيات كهرباء، دي مرسيدس الكهرباء. في دلوقتي هنقابل ناس كتير، في ناس ملوك في العربيات الكهرباء جدا، وفي ناس كتير هتكون موجودة في الإيفنت عن العربيات الكهرباء ال EVs. بسم الله ما شاء الله. كل العربيات الكهرباء الهامر، في نسخة الهامر موجودة هنا في الإيفنت برضو. ده ايفنت قوي وجميل جدا بإذن الله. في شركات كتير موجودة، وفي ايفنتات وفي وزراء كتير النهاردة بإذن الله. يعني كل النسخ اللي قدامكم ديت كلها عربيات كهرباء مش بنزين. في ناس هنا بتجرب كل قصدك على الريت بتاعت الموبايل؟ اللي بقول لكم عليها بالكهرباء كلها بالكامل مش بنزين وبتتشحن. معظم العربيات هنا من هونداي وفي هنا كل السيارات الكهرباء.
انتوا اكيد هتعرفوا في وحوش كتير في بي واي دي، دايما بتلخبط من اسمها، سوري. طبعا انتوا هتعرفوا دلوقتي حبيبة الملايين. عربيات تسلا بجميع انواع العربيات الكهرباء موجودة هنا في الايفنت النهاردة. عربية جميلة جدا ما شاء الله. دي شكلها من جوه ومن الداخل. شكل العربية من جوه الصراحة هي كويسة جدا تسلا. دلوقتي هتنقل معاكم لأجزاء تانية من المعرض. في عربيات كتير شركة مرسيدس كهرباء برضو. كل العربيات اللي في الحدث هنا كهرباء بجميع فئاتها وموديلاتها. فالحمد لله النهاردة ايفنت قوي جدا. دلوقتي هوريكم العربيات الوحش. في عربيات وحش كتير هنا، طبعا كل موديلاتها تقريبا. دي عربية البنزين. دي عربية مرسيدس كهرباء، كلها كهرباء كامل. عربيات الكهرباء دي بتبقى حاجة جميلة جدا وبتحافظ على البيئة. ده الموديل بتاعها اهو. طبعا دي الدعوة، هبقى اوريها لكم بقى كويس انا لابسها. دي عربية مرسيدس، كلهم دول انواعهم. يعني بجد حاجة تشرف مصر والعربيات الكهربائية. حاجة تشرف. كل الموديلات ديت بأكملها موجودة في الإيفنت. الإيفنت كبير جدا، ناس كبيرة جدا. هي ماما حركات تفاصيل لكم جدا. هي بس اتأخرت، مش عارفة هتيجي دلوقتي ولا لأ. أنا سبقت أنا عشان كان لازم أروح أنام بدري. أنا فرحان جدا وسعيد إن أنا شاركتكم الفلوج النهاردة. حدث كبير، تلفزيونات كله بيصور. العربيات اللي أنا وريتها لكم من ظهرها ديت كلها من الوش بتاعها الأمام. وفي عربيات هنا ممتازة جدا صورتها لكم، زي روز رويز، لامبورجيني كده. أنا طلعت من هنا. دي العربيات اللي أنا بتكلمكم عليها، أنا صورتها لكم كلها لقطات منفردة زي ما انتم شايفين.
يعني مصنف. اتفضل يا فندم. ايه اماكن زي اكشاك اليوم، الاسطوره.